السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف خير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وبجد بشكركم قوي على الفيديو اللي فات وعلى التعليقات الحلوة اللي شفتها منكم. النهاردة بقى بصوا، انا جبت الراديو بتاعي بقى، عارفين انها حاجة بقى هتسليني. الراديو ده كانت جارتي جايبهولي هدية، حبيبة قلبي. بحبه قوي، فحطيته بقى جنبي عشان حاجة تسليني كده. وقلت هعمل معاكم ضلفة النيش. انا اصلا والله ما كنت هعملها ولا كنت هفتحها ولا اي حاجة، هي كانت مقفولة وساكتة وما بتتكلمش. بس بكلم ماما في التليفون امبارح، لقيتها بتقولي الفيديوهات بتاعتك يا ندى الفترة دي عجباني جدا. قلت لها ايه ده بجد يا ماما عجباكي؟ قالتي جدا والله، تحفة تحفة تحفة. قلت لها شكرا يا ماما، مش عارفة. قالتي ايه بقى رأيك المرة الجاية تعملي ضلفة النيش وتفرجيهم على النيش وانتي بتنضفيه؟ عارفة اقفل يا عماد، اقفل يا عماد، النمرة غلط. بس قلت لا خلاص، الا بر الوالدين، الا بر الوالدين يا بنتي. فقمت بقى قلت لا خلاص، انا هعمل ضلفة النيش، هعمل واحدة بس النهارده معاكم، والمرة الجاية نعمل واحدة. يعني انتوا عارفين انا عندي اتنين، فالنيش ده هعمله معاكم المرة دي. المرة الجاية ان شاء الله نعمل بقى النيش الجديد التاني يعني. اخر مره كنت عاملاه تقريبا كان من 5 6 شهور حاجه كده، ومش انا اللي كنت عاملاه، كان حد بيساعدني في البيت وهي اللي عملته لي ورتبته لي وكده. لا المره دي قلت خلاص هعتمد بقى على نفسي بقى، وايه واقوم بقى واعمل وكده عشان اصور معاكم المحتوى الجديد بتاعي. المهم ان انا عايزه اشكركم قوي يا جماعه بجد على تعليقاتكم الحلوه. انا بجد مبسوطه جدا جدا بكل التعليقات الحلوه. انا عارفه ان الفيديو لسه مش بيوصل لناس كتير، بس بوجودكم اكيد اكيد هيوصل تاني ويرجع تاني للناس كلها. خصوصا ان بس مش المحتوى يكون تنظيف كده وان احنا بنعمل مع بعض، احنا كمان بنكون بنرغي مع بعض وبنتكلم في امور هامه مجتمعيه حلوه دينيه وكل حاجه. المهم، عايز اقول لكم بقى، انا خدت دي فوطه التراب وفوطه الازاز دول لسه جداد. انا دي اول تجربه اجربها دلوقتي في الفيديو معاكم. على فكره عجبوني قوي، برغم ان انا في اول فيديو كنتش حاساهم شويه، مش عارفه اتعامل معاهم، وفجاه بجد بجد بعد ما خلصت، وانتوا هتشوفوا اصلا النتيجه بنفسكم. انا عملت النيش كله اصلا بفوطه الازاز وفوطه التراب، وبصراحه طلع بصوا كميه تراب رهيبه يعني. ف... فلا لا كان حلو قوي، والفوطه بتاعت الازاز كمان لمعت الازاز حلوه قوي قوي قوي، فعجبتني جدا. هنا بقى انا عايزه اقول لكم حاجه، احنا في بيت ماما كنا بنعمل ايه، ماما كان عندها بانيو، فعشان كده كنا بناخد كل الحاجات بقى بنزل يعني النيش بتاعها كله، وناخده كده في الطبق اللي هو بتاع الغسيل ده، ونروح نوديه في البانيو بقى ونغسل بقى، وايه فرح، فاهمين؟ انا بقى هنا في البيت ما عنديش البانيو ده. وبعدين انا اصلا يا حبيبتي صحتي على قدي، ما اقدرش اعمل الحاجات الخرافيه دي، ان انا اشيل الازاز ده كله وادخله الحمام، وحوار كبير انا ما اقدرش عليه. فده بقى حوار الناس الكسلانه اللي زيي، ولكن نضاف يعني، نضاف وكسلانين الاتنين مع بعض. فقلت لا، انا اشيل العادي الطبق فاضي، اوديه حمام، احط فيه الميه السخنه، واحط فيه بقى الاريال والكولور وكل الحاجات اللي انا عايزه احطها، واجيبه هنا بقى جنب النيش، واقعد بقى اغسل 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 اغسل. واجيب برضو طبق، انا معايا طبق تاني بس هو ورا الطبق ده، فيه ميه بقى نظيفه، بحط بقى. بصوا عايزه اقول لكم، شايفين الحاجات بتلمع ما شاء الله. انا كنت حاسه ان انا كنت بعمل فوتو سيشن اصلا للكاسات. وبالورد اللي فوق ده محسسني ان احنا في قاعة افراح، انا مش عارفة ايه ده، المهم يعني. ف آم، عملت ايه بقى، جبت الطبق ده كده وقعدت احط بقى كل الحاجات بقى واغسلها اغسلها اغسلها اغسلها. وبرده المفارش بتاعت النيش خدتها كده برده غسلتها، ورحت نشرتها في البلكونه. وبرده المفرشين اللي انتوا شايفينهم قدامكم هناك دول في النيش، برده هاخدهم هغسلهم وانشرهم في البلكونه. واصلا عقبال ما خلصت كانوا هم نشفوا وفرشتهم وكل حاجه. وهوريكم النتيجه النهائيه بقى في الاخر. المهم، عايزه بقى اكلمكم في موضوع، انتوا شايفين اصلا انا بعمل ايه، فمش محتاجه ارغي كتير. انا جايبه فوطه جنبي اهو، عماله بصفي عليها الحاجه، وباخد الميه اغيرها لما احس ان هي ما بقتش نظيفه بغيرها، وبجيب ميه جديده وهكذا. خلوني بقى اتكلم معاكم بقى في مشكله كده، يعني بصراحه مشكله يعني خانقاني، يعني مشكله خانقاني يعني انا ندمت ان انا قلت ابعتولي مشاكل. بس ايه المشكله دي؟ مهم، واحده بتقولي ان هي يعني هي شايفه ان سنها كبير، هي حاجه و30 سنه، بس انا بقولها انتي مش كبيره يعني. انتي سنك مش كبير. ليه احنا دايما مش عارفه ليه احنا رابطين فكره الجواز بالسن؟ لا هو مش بالسن على فكره، هو الواحد يعني ده نصيب، نصيب والله، مش ملوش اي علاقه خالص. في ناس بتتجوز صغيره جدا وتلاقيهم اصلا يعني اختاروا غلط، ونصيبهم بيبقى يعني مش حلو، وبيبقوا يعني عملوا حاجات هما
بيندموا عليها دلوقتي. ف محدش متأخر عن حد، محدش متأخر عن حد، كل واحد ماشي برتم حياته زي ما ربنا قدرها له. فالمهم خلونا نكمل كده، نقول لكم المشكلة في الأول. المشكلة ان البنت دي اتقدم لها واحد، وهي بتشتغل مدرسة، واتقدم لها واحد وقعدت معاه وكل حاجه، وبتقولي انا كنت حاسه ان انا مرتاحه ومبسوطه ومش عارفه ايه وكده، وهو بيشتغل تقريبا محاسب حاجه كده. فقال لها انا ما عنديش مشكله انك انت تشتغلي، بس اهم حاجه انك انت هتصرفي معايا في البيت. ف انا فاه بقى كتير بقى، يعني احنا فاه كتير بقى. ايه ايه ده؟ المهم هي بقى بتقولي يا ندى انا اصلا كنت عايزه اقعد من الشغل، يعني انا كنت حبيبتي انتي بتفهمي البنت ملهاش غير بيت جوزها، تقعد في بيت جوزها وتعمل اي حاجه من البيت. والله بجد انا ضد اصلا مبدا ان البنت تنزل تشتغل ده، يعني الا لو هي مثلا بتتسلى، يعني بتتسلي ماشي، بس بجد بجد النزول نفسه اصلا فيه ارهاق جامد جدا، تعاملي مع ناس وتعاملي مع وضغط نفسي وكده. بس يعني هنكمل، مش هقول رايي دلوقتي، هنكمل. هي بتقولي انا اصلا كنت عايزه ما اشتغلش، كنت عايزه اوقف شغل ومش عايزه اشتغل. فلقيته بيقول لي انا ما عنديش مشكله انك انت تكملي في الشغل بس تصرفي معايا في البيت. فقلت له، بتقولي انا بصراحه قلت له انا اصلا يعني ما كنتش عايزه اكمل شغلي، يعني انا كنت هتجوز واقعد بقى اتفرغ للبيت يعني والاولاد والتربيه وكده، يعني ما كنتش حابه ان انا اشتغل. فقال لها لا انا اصلا جايلك عشان انت بتشتغلي. يا ولا يا واد ايه البجاحه دي يا ولا؟ ايه البجاحه دي؟ ده يخرب بيت البجاحه. بصوا طلعتوني عن شعوري وانا من جوايا مؤدبه، طلعتوني عن شعوري. المهم آم... لا انا جايلك اصلا عشان انت بتشتغلي. بتقولي بصراحه هو يعني كريم. كريم؟ كريم مين يا ام كريم؟ المهم يعني بيقولها انا داخل بقى بالحاجات اللي عليهم الجاتوه السواريه، هو عشان جاب جاتوه سواريه خلاص، هو خلاص كده يعني ملكنا، يعني ملك الدنيا، يعني ايه جاتوه سواريه يعني؟ ها؟ هو مفيش احلى من جاتوه هايبر اساسا من الاخر، يعني عشان ما نتكلمش كتير. المهم يا بنتي فلقيته يعني بتقولي انا بقى محتاره مش عارفه اوافق ولا لا، مع اني انا والله ما كنتش عايزه اشتغل، بس يلا مش مهم انا ممكن اوافق عشان انا عايزه اعمل بيت واسره وعيال حبيبتي حبيبتي بصي صلي على النبي كده، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وانا عايزاكم كلكم تصلوا على النبي. ما بنروحش بيوت الناس ونروح لبنات الناس ونقول لهم تصرفي معايا في البيت. امال انت يعني فين قوامتك حضرتك؟ انت اصلا قوامتك بالانفاق ماشي، يعني زي ما ربنا قالها في القرآن، انت بقى فين القوامة بتاعتك؟ انت المفروض كراجل انت قوام ان هي تسمع كلامك وهتطيعك وتبقى حد مؤدب ومحترم وكل حاجة. انت المفروض ما تطلبش منها طلب زي ده. حاجة بقى كمان، انا مش ضد برضو، عشان يعني اقول لكم الحاجتين دول مع بعض، انا مش ضد ان الست تصرف مع جوزها في البيت. لو انا معايا فلوس وزوجي انا عارفه مرتبه ايه وعارفه حياته وعارفه دنيته، وانا عايزه اجيب حاجه لنفسي مثلا ومعايا فلوسي، اجيب لنفسي عادي جدا ما فيهاش حاجه. والله هو اتزنق اساعده ما فيش حاجه، طالما هو انسان كويس محترم بينفق ومش الزمني بحاجه، يعني مش هو اللي بيقولي اصرفي، انا اللي بعمل ده من نفسي خلاص. لكن مش هو اللي يجي يقولي اصرفي معايا اعملي معايا، طالما بتنزلي تشتغلي وتضيعي وقت تبقي انت لا لا، ما توافقش بقى من الاول، قول لها لا اقعدي وعيشي على قدي. خلاص بقى هي حره بقى، عايزه بقى تنزل تشتغل تصرف عليك انت حر، عايزه بقى هي تقعد تربي العيال ويعني على قدك بقى وعلى قد ظروفك، هي حره تختار بقى. بس بصراحه اللي حسسني ان الراجل اللي اتقدم لها ده راجل محترم، ان هو قال لها من البدايه بصراحه، يعني هو قال لها من البدايه ان هو عايز واحده تشتغل وتصرف معاه في البيت، لكن ما تحكش عليها واللي هو بقى صباح الفل ويلا وخلاص ومش مهم وكده، لا ما عملش كده بصراحه. فانا احترمت دي جدا فيه. فهقول لك على حاجه، انت استخيري ربنا طبعا، صلي صلاه استخاره وشوفي انت مرتاحه للامر ده ولا لا. بس بصراحه انا رايي، انا ما بحبش الراجل اللي يدخل من باب كده يقول انت تصرفي معايا في البيت، او حتى اذا يقول لها انت بوجه صريح كده، اذا اتزنق انت هتعملي ده من نفسك، مش هتحتاجي ان هو اللي يقولك. وده كان رأيي، ومش عارفة بقى رأيكم ايه، انتوا قولوا لها. وده كان النيش، وبصوا كان تحفة بيلمع ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. طبعا انتوا عارفين ان انا النيش بتاعي اتكسر قبل كده، فده بواقي النيش بتاعي. هتلاقوا الفيديو ده موجود على اليوتيوب. يلا سلام.